هما كده بقوا تمام هما. لما تلاقي الفراخ قاعده كده بعصايه باي حاجه وتروحي ايه يعني محركاهم كده عشان يقوموا ياكلوا، اللي قاعدين ورا في الاخر دول يتحركوا كده فيقوموا ياكلوا يقوموا يشربوا. ما تنسيش عليهم، كل ساعتين تيجي تبصي عليهم. ما امكنش خالص يبقى على الاقل مره الصبح ومره العصر ومره بالليل. لازم الفراخ البيضه ما بتستحملش، بدل هتربي فراخ بيضه يبقى لازم تتابعيهم اول باول، نظافه وتهويه وتدفئه، فرخ في حاجه تبصي عليهم من وقت التاني، واحد بيعرج واحد مش مظبوط، عشان تلحقي تعالجي. دايما في الاول بتبقى الحالات بسيطه، مجرد علاجها تلاقيها زي الفل وتلاقيها كويسه. لو اهملتيها الحاله هتزيد وهتبوظ منك خالص وتلاقي الدوره بتاعت الفراخ كلها ضاعت منك. طب ليه؟ خساره، حرام. بتجيبي الحاجه وبتتعبي عليها. ولسه برضو في نسبه اسهالات برضو اهو بسيطه، بس طبعا دي هنعالجها بقى بالشيح وبالوصفات ان شاء الله. ان اغلب الفراخ اهو ده الفضلات بتاعتهم، انا اسفه طبعا على المنظر جدا، متماسكه ولون العلف. ودي بعض من الفراخ لسه عندها اسهالات. هنعالج بقى بالخل مره والنشا والشيح على طول ان شاء الله مع بعض، وهيبقوا زي الفل. وهنتابع مع بعض دوره الفراخ دي بالذات، هوريها لكم كده من الاول للاخر عشان كلها مشاكل. في ملاحظه ان في مشكله ظاهره دلوقتي، هبتدي ادور عليها دلوقتي واقولها لكم الفيديو الجاي، ان ممكن يكون فعلا في مشكله هتظهر تاني. هنعالج كل حاجه مع بعض ان شاء الله، وان شاء الله طول ما احنا بنسعى ربنا هيقوينا ويحفظ لنا فراخنا ويحفظ لنا حاجتنا ان شاء الله.